يا مساء الخير وصباح الخير اخواتي، وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان الكريم. الوقت اتطلب مني واحد نسكافيه السينابون، حاجه كده عظمه وجديده. تعالوا كده بنعملها مع بعض واعلمكم وطعمه بيتعمل ازاي. اول حاجه هنجيب الكنكه بتاعتنا، هو سهل جدا وبسيط ومش محتاج اي حاجه ابدا. هنجيب الكنكه بتاعتنا وهنكون مجهزين لبن، ونحط في معيار كوبايه من اللبن. تمام قوي. بعد كده هنجيب صوص الكراميل، اللي هو الصوص الكراميل ممكن نعمله في البيت او نشتريه جاهز من بره. وهنحط كده في معيار 50، يعني 50 ملي صوص كراميل، يعني معلقة كبيرة كده فيها صوص كراميل. والقرفة المطحونة بقى في أي بيت هناخد كده معلقة قرفة مطحونة صغيرة بس ما تكونش مليانة قوي. وهنجيب بقى ظرف النسكافيه الصغير اهو، احنا فضيناه اهوت في الغطا بتاع كوبايه العصير. ظرف يعني النسكافيه الصغير ده، عارفينه اللي هو الصغير ده، هتلاقوه بيتباع في السوبر ماركت، مش هيكلفنا حركه 2 جنيه او 3 جنيه. وهنقوم حاطينه كده في الكنكه بتاعتنا. وهنجيب مكسرات بندق، والمكسرات عندنا في البيت بندق او لوز او عين جمل. وهنحط كده معلقتين مكسرات في الكراف بتاعنا، وهناخده بقى وهنسيبه كده على النار، وهنسيبه يسخن وهنقلبه كويس، وهوريكم النتيجة عاملة ازاي. هنقلبه كده كويس. النسكافيه السينابون حاجة كده عظمة، وبيطلب مني كل شوية، وبيدينا طعم السينابون اللي بيتاكل. يعني بدل ما ناكل سينابون، لا احنا هنشربه كمان. وكل الخامات موجودة في البيت، وده بره بيتباع ب 30-40 جنيه، في البيت مش هيكلفنا 10 جنيه اصلا. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير.